ليمون، كمون، شطه، ملح وفلفل، وعندي فلفل جوليان، وعندي التحبيشه بتاعتي اللي بزودها دايما. يبقى انا عندي مخاصي وعندي بصل، عندي توم. جميل. اول حاجه عندي الطاسه على النار لازم تبقى جامده سخنه قوي قوي قوي. وانا عندي ادي المخاصي، شوف انا هقطعها ازاي. لازم تكونوا معايا، ليها طريقه في قطعها اهو. واروح قالب السكينه واروح طالع بيها بره اهي كده بقشرها. مدام هند مساء الخير. ازيك يا استاذ شربين؟ ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا ست الكل. ريحه الاكل بتاعتك تجنن يا ست الله يبارك لك يا رب ويخليهم لك. تسلم ايدك. الله يزيدك يا حبيبتي. ربنا يخليك. تؤمرين سعادتك. ربنا يخليك لامر الله. حضرتك انت قلت امبارح مقادير الاسبونج. ايوه يا فندم. انا بس ما كتبتش مقدار الدقيق قد ايه. الدقيق 750 جرام. هات لي الاسبونج يا ابني. عينيا حاضر. برضه هقول لك عليها تاني عشان اكون عارف بالظبط كام جرام. شكرا لاتصال حضرتك يا فندم. كده هنا اهو بكشف الجلد بتاعها بره وباخد القلب بتاعها اهو. تمام. مدام سلوى مساء الخير. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. تأمرين سعادتك. حضرتك طيب. وانت طيبه يا ست الكل. بس كنت عايز اعرف تتبيله الريش. ايوه يا فندم. الريش الضاني عشان الشوي. حاضر يا فندم. شكرا. انت ما شفتيش الحلقه بتاعت امبارح؟ هقول لحضرتك عليها على طول دلوقتي على عينيا. حاضر. كده عندي زيت على النار اهو. المدام تركز معايا، طلبت التتبيله دلوقتي اهي. هقول لكم عملتها ازاي. مدام شيرين معانا مساء الخير. يا شيف. ازي حضرتك يا مدام شيرين؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا ست الكل. ربنا يبارك لك يا رب. تؤمرين معلش سعادتك. ممكن اعرف طريقه التوميه؟ من عيني يا ست الكل. حاضر. واتاكد بس هل حضرتك حطيت امبارح بقدونس على الكفته؟ بقدونس؟ اه. وانا بفرمها ممكن نحط لها بقدونس، مفيش مشكله خالص. البقدونس مش هعمل معاها حاجه خالص، بالعكس تديها طعم كويس. خليكم معايا وركزوا معايا دلوقتي في اللي انا هعمله هنا اهو. المهم الصدمه اللي هعملها دلوقتي لازم تعمل تشيك معايا كده. الزيت لازم يكون سخن جدا، عايزه يكون بيقدح عشان يعمل صدمه معاها ما يخليهاش تجيب ميه. انسه اسماء مساء الخير. الو. ايوه يا اسماء. ازيك يا شيف؟ ازيك يا اسماء؟ عامل ايه حضرتك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وعوده الايام. شكرا. لو سمحت يا شيف، عايزه اعمل فراخ البانيه. فراخ البانيه من عيني. حاضر. تحت امر سعادتك. حاضر. شايفين اهم شيء عندي الصدمه اللي جايبها دلوقتي المخرج على النار، على الهواء مش على النار. الله ينور. الله ينور عليك. على طول معاها التوم عشان دي زفره شويه، يبقى انا حطيت التوم. عندي روزماري اللي هو كيل الجبل. مهم جدا التحبيشه بتاعتي اهي اهي. بالنسبه للتتبيله بتاعت المشويات اهي، انا عاملها من امبارح، موجوده عندي لسه هنا. ادي التتبيله عندي لسه كانت موجوده من امبارح. ميه طماطم، ميه بصل، ملح وفلفل وليمون وسكر وحبه كاتشب وزيت زيتون وزعتر وشويه شطه مع بعض اهي. ادي التتبيله عملتها بتبل بيها كل المشويات اللي عندي. هنقول تاني: ميه بصل، ميه طماطم، خل، ليمون، كمون، ملح وفلفل وشويه كاتشب ومعلقه سكر وملح وفلفل وشويه زعتر. كل دوت بعمله للتتبيله بتاعتي. كده انا عندي هنا عملت الصدمه الاولانيه عشان مدام منى مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ زي حضرتك يا فندم. والله احنا مبسوطين جدا بالحاجات الجميله اللي بتعملها لنا. انا مبسوط باتصال حضرتك يا فندم، ربنا يخليكي. كنت عايز اسال حضرتك بس على طريقه عمل شاورمه الفراخ وسلطه الكول سلو. شو ده؟ معلش من تاني يا فندم. طريقه عمل شاورمه الفراخ. حاضر يا فندم. وسلطه الكول سلو لو سمحت. من عيني سعادتك. حاضر. جالنا اتصال بالتوميه وهنجاوب على التوميه دلوقتي. كده هنا اهو بقلب كله مع بعضه وياك وياك. طيب عندي التوميه، بجيب راس توم بضربها في الخلاط مع شويه خل، لما تبقى بوري خالص اديها شويه ملح وفلفل وبقلبها مع شويه مايونيز. دي بتبقى توميه. في توميه تاني بنعملها مع البطاطس البوريه، بتخف شويه من الكوليسترول والزيت والمايونيز. بنجيب البطاطس البوريه بنضربها
وبنعصرها من المصفى وبنديها شويه لبن بتبقى طريه. بضرب برضو راس التوم في الخلاط واحطها مع البطاطس، ودي نوعين عندي توميه، نوع بالبطاطس البوريه ونوع بالمايونيز. مدام منى مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا شيف شربين؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. بعودة الايام يا ست الكل. بقول لحضرتك الخروف لما اخد منه اعمل مفروم، اخد انهي جزء عشان ما يفوتش؟ من الفك بص حضرتك، الرقبه والحتتين دول اللي هم البطن، الرقبه والحتتين دول اللي هم بتاعه البطن، جزء البطن بتفرميه تطلع معاكي كفته زي الفل ومش هتحل منك قبل كده. بعد كده نرجع نجاوب على الفراخ بانيه اللي ست العرايس طلبتها. هنقول نعمل ازاي الفراخ البانيه. عندي هنا كمون، اجيب الفراخ بجيبها من الجزار بيعملها فيليه، بتبلها ملح وفلفل شويه ليمون، وبعد كده بحطها في الدقيق، ومن الدقيق للبيض والبقسماط، ومن البيض والبقسماط من البيض للبيض واللبن، البيض واللبن نحطها في الدقيق، ومن الدقيق للبيض واللبن وللبقسماط بعد كده، وبضغط عليها بايدي وادخلها الفريزر لمده نص ساعه عشان تمسك مع بعضيها. لما باجي بسويها بيبقى الزيت تحت منها مش فوق منها عشان خاطر ما تفكش مني. دي طريقه الفراخ بانيه. ام سيف مساء الخير. ادي شويه طماطم فريش. ايوه يا ام سيف. الو. ايوه يا ستي. شيف شربيني، ازيك يا فندم؟ انا احب اشكرك على اللي انت حضرتك بتعمله لينا والله. يا ام سيف خدامك، تأمريني سعادتك. انا طبعا والله فخوره ان في مصر شيفات زي حضرتك. انا فخور بمصريتنا وبشعبيتنا الجميله وبالناس الحلوه المشاهدين اللي معانا. واحب اقول لك اتفضلي يا فندم. واحب اقول لك ما تزعلش من اي حد يقول لك اي حاجه، دي غيره وحقد. كفايه اتصالكم اللي زي العسل دوت بينسيني كل حاجه. يا رب يخليك. انا جوزي شيف على فكره برضو. اللهم صل على النبي. الشيفات كترت في مصر يا اولاد. ايوه انا فاكر انا عامل شويه عكاوي تاني على جنب هم مسؤولين عشان خاطر بعد الحلقه هاكلهم، قصدي ازود بيها اللسان العصفور، لازم يكون عندي شوربه. فانا عملت ادي فلفل الوان اهو